هي أجواء حماسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأجواء مختلفة ولحظات تاريخية. أن يكون لديك في الدنيا في مصر كأس العالم مع كوكاكولا، فهذا شيء عظيم يا سادة. والأعظم والأجمل أنه هذه اللحظات زي ما متعودين مع كوكا نتشارك فيها جميعا. لحظات حلوة الكرة اديتها لنا، لحظات حلوة عشناها مع كأس العالم، لحظات حلوة اتشاركنا فيها مع بعض. هنتكلم في التفاصيل الكتيرة ديت، لكن مش هننسى ان احنا في حضن الحضارة في المتحف المصري، وده شرف عظيم. مصر بلد كبيرة وبلد عظيمة، والواحد بيفخر بكل انش فيها. احنا بنتكلم عن كأس العالم، وبالتأكيد واحد من نجوم مصر في كأس العالم لسنة 1990 هو تيجان كرة القدم المصرية. يا سادة رحبوا معايا بالكابتن إسماعيل يوسف. يا حبيب قلبي هيبة. ازيك يا كابتني؟ الله يخليك، الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. الدنيا حلوة قوي قوي، المنظر خرافي صراحة. انا استغليت الفرصة ودخلت زرت المتحف والله العظيم. والله شعرت بالفخر، يعني حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة وحاجة ممتعة. وخليني أسألك في الأول كده، إحساسك إيه وأنت عندك إرث، عندك تاريخ في ظهرك؟ كابتن إسماعيل يوسف اللي راح مع منتخب مصر ولعب كأس العالم 90. أنا أول ما دخلت المتحف حقيقي يعني أنا كنت أتأخر على البودكاست بتاعك. لفيت ساعتين. سعيد جدا ومبسوط، وحاجة دي بلدي، دول أجدادنا، والحاضر والمستقبل ان شاء الله بتاعنا يا رب. اللهم امين. الكرة بتمثل للكابتن اسماعيل يوسف ايه؟ لا، كل حياتي. كل حياتي 45 سنه فيها. وانا من عندي 9 سنين في نادي الزمالك ومنتخب مصر، ويعني بتنفس كوره، ودي حاجه تسعدني، لاني انا لما اكون بحب الكوره وتبقى شغلتي فتبقى متعه كبيره جدا. صحيح جدا، يعني انا بشتغل حاجه بحبها عكس ناس كتير ممكن ابقى مهندس وما بحبش الهندسه. صحيح. لكن انا بحب الكوره جدا ومدرب ومش مهندس فيها وهندسه برضه. ممكن تشارك مين كوكا وانت بتتفرج على ماتش جامد؟ مين اللي تقول له تعالى هنتفرج على ماتش سوا وكوكا معانا بتشاركنا اللحظه؟ شيكا. طبعا. اشمعنى شيكا؟ مزيكا. شيكا مزيكا. ابني وبيفهم كوره ودمه خفيف طبعا، القعده بتاعته بتبقى حلوه، واحنا لو اتلمينا على بعض هتبقى في مشكله كبيره جدا. انت هتحسها الفتره اللي جايه. الموضوع بيوصل بعيد قوي. بس دي حاجه من الحاجات اللي بتبسطني، لان انا بستمتع بيكم جدا جدا يا كابتن اسماعيل. طيب تعالى نلعب مع بعض لعبه. يلا نلعب في الذكريات، نشوف اخبار الذكريات عندك ايه في كوكاكولا. في برنامجنا هنلعب معاك لعبه ليها علاقه باول حاجه. اول حاجه دايما الواحد ما بينساهاش. فاول مره حسيت ان انت بتحب فيها الكوره؟ وانا عندي 12 سنه. ايه اللي حصل؟ رحت اختبارات، كان في اختبارات نادي الزمالك ومع اصحابي في المنطقه من امبابه، ورحت اختبرت ونجحت في اول اختبار وفي تاني اختبار وفي تالت اختبار. كابتن كان بدر حداد الله يرحمه هو اللي كان ماسكنا وقتها، وما كانش يعرف ان اخويا ابراهيم الله يرحمه ان الغزال ان انا اخويا يعني. ايوه. فشافني وانا داخل انا وهو، قال له انت تعرفه منين؟ قال له ده اخويا الصغير. قال له ده قبل عندنا. ودي من يومها كان عندي وقتها 13 سنه، ارتبطت ارتباط كبير جدا بنادي الزمالك، وقبليها كان الوالد والاسره كلها زملكاويه. هسألك سؤال صعب عشان نشوف اخبار الذاكره ايه. تفتكر اول واحد اتفرجت معاه على ماتش كوره كان مين الشخص وكان ايه الماتش؟ كل سنه وانت طيب. شرفتنا ونورتنا يا كابتن سعيد. شرفتنا. وده اسرع بودكاست اتعمل. ده اسرع من جون الكابتن ايمن. كان نهائي كاس مصر 78 الله في استاد القاهره، وكان مع مجموعه من اصدقائي في امبابه. ده انت برنس، ده الدنيا منعنشه. انا مرقصك كده على المشي. بس ده 100 100 والله العظيم. عجبتني. طيب امتى الكرة دايما بتدينا لحظات مختلفة؟ يعني ممكن تدلعنا شوية، ممكن تزعلنا شويتين ثلاثة.
انا هبتدي معاك بسيناريو النكد. امتى الكرة خذلتك وانت لعيب مش وانت متفرج؟ امتى خذلتك حسستك كده ايه انك بالخذلان، انك زعلان، انك متضايق؟ 6/1/89. 6/1/89. اشمعنى؟ مباراة مصر وليبيريا، تصفيات كأس العالم. جات لي إصابة كبيرة جدا في المباراة ديت، وقعدت 11 شهر بتعالج في ألمانيا وفي إنجلترا. دي دمها تقيلة قوي دي. 11 شهر. والحمد لله قدرت ان انا اقاوم، لان كان في مشكله ان انا ممكن ما العبش كوره تاني. دمها تقيل دي. عندي مشكله كسر مضاعف في رجليا وفي انكل رجلي، واتعالجت غلط. يا خبر ابيض. فقعدت فتره تعذبت فيها، بس مع توفيق ربنا والاصرار والاراده، وكان كابتن محمود الجوهري الله يرحمه والجهاز كله واقف جنبي. كان نفسي اشارك في مباراه الجزائر، وكان نفسي مباريات كتيره جدا. ايوه. انما قدرت ان انا ارجع والعب كل مباريات كاس العالم والمباريات التحضيريه اللي قبل كاس العالم. مين عمرك ما تنساه في الموقف ده؟ مين اول واحد وقف جنبك ودعمك وقال لك هترجع وهتقف على رجلك تاني رغم المصاعب دي كلها؟ هم 2. مين؟ وربنا يرحمهم، كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، وكان في دكتور اسمه عبد ابو العلا في اسكندريه بتاع علاج طبيعي. هو ده اللي وقف جنبي حوالي 5 شهور، لان كان في مشكله بالنسبه لي في المشي. والله العظيم. والله كان موضوع صعب جدا. الدكتور الالماني بروفيسور اسمه لور في اخن في المانيا قال لي بنسبه اخن فخر اخن فخر اسمه فخر بالاخر. لا انت بتقول لي اي حاجه يا كابتن اسماعيل؟ لا وانا مش هرجع وراك. اخن فخر وخلاص. انت بتتكلم الماني؟ انا بتكلم الماني. وهو اللي قال لي هتلعب، ورجعت الحمد لله. طيب لو انا بكلمك على اللحظات الوحشه، فاكيد في لحظات الكوره اديتك احساس بالفخر. كاس العالم ما حاجه فظيعه. انا في باليرمو وكالياري ويمكن اول لقاء عملته كنت انا ومجدي عبد الغني. كابتن جوري قال لنا اعملوا اللقاءين مع التلفزيون الايطالي. الله. فبيكلموني انتوا جايين تعملوا ايه؟ فيها تقليل جدا، لان الكمبيوتر وقتها كان لسه طالع جديد فما يعرفناش. فقال لك الماتش 14-1. اول ماتش هولندا ومصر 14-1. قالوا 14-1 يا كابتن. 14 والله. قلنا له بقى تلقائي الرد جه. قلت له ان شاء الله هتشوف بعد ماتش هولندا النتيجه هتبقى كام. انا طبعا بقولها بهبت مصري. الحته اللي هي فيها نهر دي. لا بقول لك ايه، اقف عندك ومن جوه بقى بعمل كده. وبعد فعلا عملنا حديث بعد المباراه بتاعت هولندا. لا في حته مهمه. اول لحظه شفت فيها لعيبه منتخب هولندا وهم نازلين يسخنوا. انا ببص كده ايه، اطوال مش دول اللي بشوفهم في التلفزيون والله، يعني شايف ركب قدام. كابتن اسماعيل يا جماعه من اللعيبه اللي تعتبر طويله يعني في مصر، مش من اللعيبه القصيره خالص يعني. خولت وفان باستن ورايكارد. فاحنا قلنا ايه، نخبي الصغيرين، نخبي اسامه عربي وانا انا 180 سم، نطلع مين 180 سم بيتعامل على ده هو مش شايف. والله يا ابراهيم هو 195. خولت كبير قوي. فان بروكلين حارس المرمى. فقلنا نطلع شوبير جمال الجتت هاني رمزي. الجتت بتوعنا كتف. ونزلنا المباراه. طبعا انا كان في يعني حاجه مهمه حصلت في اول مباراه في هولندا، ان انا كنت بتمرن كل الشغل ان انا بلعب هاف رايت. ومجدي عبد الغني واحمد الكاس هاف ليفت. قبل المباراه ب6 ساعات الكابتن جوهري قال لي انت هتغير مكانك هتلعب هاف ليفت. قلت له ماشي. كان عليه فاننبرج رقم 7. اوكي. هو ده كان محور الاداء بتاعهم، فقال لي لازم تلعب عليه. وبعد 25 دقيقه اتغير فاننبرج وخلاني برضو ناحيه الشمال، عشان برضو كان بيجي خولت وبيجي رايكارد من ناحيه اليمين مع عند احمد رمزي. ذكريات حلوه قوي. جدا جدا فاكرها. قول لي ايه اول احتفال انت فاكره كويس قوي احتفلت بعد هدف عمرك ما تنساه؟ اسكتلندا. ماتش اسكتلندا. ايه فاكر الاحتفال؟ جريت ورفع ده كان احتفال عبيط شويه.
تقولش كده يا كابتن اسماعيل. فاتح ايديا ولقيت بقى جمال وحسام والكاس، كان هدف بالنسبه لي، كان مهم جدا وكان جميل. طيب تعال نخش بقى على اسئله تانية. جاهز؟ جاهز. ماشي. لو ما لعبتش كوره كنت تختار انهي رياضه؟ سباحه. اشمعنى؟ ما بعرفش اعوم. لو تقدر تغير مركزك في مشوارك كنت هتختار انهي مركز؟ ليبرو. اشمعنى؟ المكان ده بحبه لاني بوجه فيه وبتكلم فيه، لان هو بدايه الحقيقيه كانت ان انا العب سرد باك او ليبرو. يعني لعبت سنتين مع الفريق الاول وخدنا بطوله افريقيا سنه 86. وانا كنت بلعب ليبرو وكان جنبي هشام يكن وخالد جلال. لو انت في نص الملعب وهتمرر تمريره توصل بيها لعيب للجون، مين اللعيب اللي نفسك كنت تعمل له التمريره دي؟ محمد صلاح. لو النبي. والله. اشمعنى؟ بحب طريقه لعبه وذكي وسريع ويقرا الافكار بسرعه. لو تقدر في ايدك يعني انك تعيد ماتش تاني، انهي ماتش اللي تختاره انك تعيده؟ اما لانه كان حلو قوي او لانه كان وحش وانت كنت نفسك تغير نتيجته. حلوه دي، حلوه. لا في اسئله. لا البودكاست مش فاضي. لا عالمي. لا شيت بيه بقى شويه. انت مش سهل يا ابراهيم. لا بقى يعني قول اي حاجه. انت غطيت على قهوه فايق. هنفتحهم على بعض. كوكا كولا على قهوه فايق وهتبقى الدنيا ايه ترمغه. اسماعيل ايه؟ اسماعيل ايه؟ عن خامون. انا ما اقدرش اقولها. تجانا عن خامون. خلاص رسمي. يلا جاوبني على السؤال، انهي ماتش تعيده؟ مباراة الزمالك كوتوكو النهائي سنة 93، نهائي الكاس. انا كنت مش في المستوى والله. خلص تعادل ولعبنا ضربات جزاء وضيعت ضربة جزاء، بس خدنا الكاس في الاخر. بس خلاص يا باشا. بس مضايقاني الموضوع ده. يعني هتدخل تغير الحته دي وترجع لازم اغيرها وارجع عشان اجيب جون في اخر دقيقه يبقى كسبت نادي الزمالك. لو الكوره علمتك درس عمرك ما تنساه، ايه هو الدرس؟ درس الوفاء. الوفاء لناديه، الوفاء لبلدي، الوفاء لاصحابي، ودي نقطه مهمه جدا. التواصل دايما مع اصحابي القدام. دي كوره علمتني جزء، هي كانت موجوده في الاصل بس دي زودتها فيا. لو تخيلنا انه كاس العالم اللي موجود معانا النهارده في مصر موجود قدامك، كاس العالم للفيفا مع كوكاكولا، هتقول له ايه؟ اقول له وحشتني جدا، نفسي المسك. والله يعني كان طبعا. انت عارف انه كاس العالم ما بيلمسوش غير اللي فاز بيه او رئيس دوله من الدول. ما هو اللي فاز بيه صعبه. يعني ربنا يدينا للاجيال بقى والاحفاد طول العمر. صعب ان انا امسكه. تخيل انا كابتن منتخب مصر وشلت كاس عالم. خلاص خيال علمي. مش هقعد معاك. خيال علمي. تقعد معايا ليه؟ تقعد معايا ليه؟ حس كده. انت شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسماعيل. يا حبيبي يا واحنا سعداء جدا جدا بالحوار معاك. بس احنا عندنا تقليد في كوكا كولا. التقليد ده بيقول ايه؟ هنتصور مع بعض صورة، الصورة ديت هتبص للكاميرا وهتاخد صورة وبعدين هتروح تمضي على الكاميرا. اوكي ما فيش مشكلة. وانا بشكر كوكا كولا حقيقة، لان انا حضرت اكتر من ايفنت في احتضان كاس العالم. 2014 اعتقد كانت في الهرم، و2017 كانت في الجونة، والنهارده ليا الحظ ثالث مرة ان انا احضرها. بشكرهم جدا في المتحف المصري الكبير العظيم. صحيح. يلا بينا ناخد الصورة. يلا بينا.